في فرق كبير بين الحزن والاكتئاب. الحزن هو شعور بيحدث نتيجة حدث سلبي أو سيء أنت تعرضت له في حياتك، وبمجرد انتهاء الحدث ده بترجع تاني زي الأول وتتبسط بحياتك. إنما الاكتئاب الأمر مختلف تماما. الاكتئاب هو مرض نفسي بيحدث نتيجة حدوث خلل في كيمياء الدماغ، بيأثر على معظم وظائف حياتك، من انعدام شغف، انعدام طاقة، الحاجات اللي كانت بتخليك مبسوط ما بقتش تأثر فيك. عندك اضطراب شديد في النوم، يا بتنام كتير جدا يا مش بتنام أصلا. فقدان في الشهية، نظرتك لذاتك بتكون بدونية وبتحتقر ذاتك. بيكون عندك نظرة سلبية وسوداوية للأمور، بتشوف نهايات الأمور قبل بدايتها، وأوقات بيوصل بيك المرحلة إن يكون عندك أفكار انتحارية فعلية. لو أنت بتتعرض لبعض الأعراض دي لمدة أسبوعين متواصل، ففي حالة زي دي أنت مش محتاج تنزل ستوريز على الواتساب، أنت محتاج تزور متخصص فعليا. هنا في مساحة نفسية احنا بنقدم جلسات نفسية وكوتشنج وإرشاد زواجي وأسري وإرشاد ما قبل الزواج. تقدر تتواصل معنا وتحجز جلستك أو تحجز استشارتك.